أسكن في العاصمة الإدارية الجديدة ولا في التجمع الخامس؟ هو الاستثمار أفضل في العاصمة الإدارية الجديدة ولا في التجمع الخامس؟ الأسئلة دي بتتسأل كتير بحكم إن المنطقتين يعتبروا قريبين جدا من بعض، وتقريبا في الأوفرات قريبة من بعض والأسعار قربت من بعض جدا. فالناس دايما بتسأل إيه مميزات السكن في التجمع أو العاصمة الإدارية الجديدة، وإيه عيوب السكن او الاستثمار في التجمع الخامس والعاصمه الاداريه الجديده. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وخليني اوضح لحضراتكم ايه الفرق ما بين الاستثمار او السكن في العاصمه الاداريه الجديده او في التجمع الخامس. مبدئيا ايه هي العوامل اللي بيدور عليها اي حد عايز يسكن في اي مدينه؟ احنا عندنا 6 معايير بناء عليها انت بتقرر المكان ده ينفع يعيش فيه ولا لا. رقم 1 هو الامان. هل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة آمنة للسكن فيها؟ طبعا. العاصمة الإدارية الجديدة مجهزة بأعلى كاميرات مراقبة في كل الطرق وبتقنيات حديثة جدا ان تخلي فيه رقابة 24 ساعة على الشوارع والمدن والأماكن اللي هتبقى موجودة فيها. بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية موزعة كماين وأماكن ومراكز خاصة لتأمين المنشآت، لأن في منشآت حساسة هناك بشكل كبير جدا، فهي مدينة آمنة جدا من الحتة دي. يبقى الأمان أول حاجة. بعد الأمان هنروح للتجمع الخامس برضه عشان نعمل مقارنة ما بين الاثنين. التجمع الخامس حضراتكم كلكم عارفين من المناطق اللي تقدر تقول عليها مدن آمنة على مستوى جمهورية مصر العربية. فالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، بس هندي ميزة للعاصمة على اللونج تيرم أكتر شوية، لأن فعلا العاصمة الإدارية الجديدة فيها تجهيزات بتكنولوجي أحدث بكتير جدا في موضوع الأمن والأمان. فده رقم 1. ايه تاني حاجة ممكن حضرتك تدور عليها بعد موضوع الأمان؟ بعد موضوع الأمان هي المرافق. هل العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس مدن مترفقة؟ طبعا، بس برضه هندي ميزة للعاصمة الإدارية الجديدة في البنية التحتية، لأن فيها غير الفايبر أوبتكس كلها متجمعة في أنفاق مجهزة، بحيث إن لو حصل عطل في الكهرباء غاز مية في أي وقت ما يتمش تكسير الشوارع زي ما بيحصل في التجمع الخامس. لا، العاصمة متجهزة على مستوى أرقى وأحدث وأحسن. فعشان كده الجزء الخاص بالمرافق، في لو احنا بندي برسنتج للاثنين، ممكن نقول على اللونج تيرم العاصمة الإدارية الجديدة ممكن توصل لغاية 100% أمان، الموضوع المرافق، والتجمع الخامس بنسبة 70% مثلا، 75%، لأن لغاية دلوقتي في ساعات باليوم وباليومين وبالثلاثة التجمع الخامس المياه بتتقطع فيها. الكلام ده مش هيبقى موجود في العاصمة. بس بشكل عام المدينتين يعتبروا المرافق فيها مرافق كويسة جدا. طيب، ده رقم 2. ايه تالت حاجة اي حد بيدور عليها بعد الامن والامان والمرافق؟ بيدور على الخدمات. هل المدينتين فيهم خدمات؟ التجمع الخامس فيها كل الخدمات، اي خدمات بتدور عليها موجودة. مولات، مستشفيات، مدارس، جامعات، صيدليات، مراكز تجارية، مراكز إدارية، مراكز طبية، كل ده موجود في التجمع، عشان كده فيها حياة. العاصمة الإدارية الجديدة بالتخطيط العمراني اللي موجود متوزع فيها الخدمات بشكل ذكي جدا. يعني في منطقة زي الار 3 أو الار 7 أو الار 8 أو المستثمرين فيها خدمات كبيرة جدا. في ناس عايشة في الار 3 دلوقتي، في مدرسة، في جامعة شغالة، الجامعة الكندية، الجامعة الدولية، مدارس انترناشونال موجودة هناك، اسم شرطة، كارفور بيفتح هناك، فيها خدمات. فالخدمات من العوامل تقدر تقول التجمع والعاصمة الاثنين فيهم خدمات، بس طبعا العاصمة لما تكمل الخدمات هتبقى فيها أكتر، لأن هي كمان الخدمات معمولة هناك بشكل إن تبقى سنترلايز لكل حاجة عن التجمع الخامس، وهيبقى فيها براندات ومراكز شوبينج كبيرة مالتي ناشونال كمان. فيبقى بعد الأمن والأمان احنا قلنا المرافق، بعد كده الخدمات. طيب، الدخول والخروج وسهولة الوصول والمواصلات. التجمع الخامس الموقع بتاعها مميز جدا، من أول الاستراد والدائري الأوسطي، شارع التسعين الجنوبي، شارع التسعين الشمالي، محور محمد نجيب، مدخل الNA، كل دي بتسهل الدخول والخروج للتجمع الخامس. طبعا العاصمة الإدارية الجديدة فيها محاور مهمة جدا ورئيسية جدا زي طريق السويس، محور الأمل، الدائري الأوسطي، الدائري الإقليمي، على طريق السخنة برضو الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي،
ولسه في اماكن بتجهز لدخول العاصمه الاداريه الجديده على اللونج تيرم. فالدخول والخروج ووسائل المواصلات موجوده من المونوريل والقطر السريع والقطر الكهربائي ال ار تي، وكمان موجود فيها الاتوبيسات الحديثه اللي هتبقى نازله، اللي هي البي تي اي، اللي هتبقى نازله في العاصمه الاداريه الجديده، وفي شركه اجنبيه هي اللي مسؤوله عن اداره الموضوع ده، وحتى شركه المانيه او اماراتيه مش متذكر هتبقى مسؤوله عن اداره المرافق. فدي برضو جزئيه تانية. فيبقى رابع عامل موجود في العاصمه الاداريه الجديده موجود في التجمع الخامس بيجمعهم الاثنين مع بعض. طيب العامل الخامس اللاند مارك، هل المنطقتين دول فيهم لاند مارك؟ الحقيقه العاصمه تكسب شويه. العاصمه فيها البرج الايقوني اطول، او منطقه الاعمال المركزيه، ده لاند مارك. فيها الوزارات، فيها السفارات، فيها المركز الثقافي الاسلامي، مسجد مصر، مسجد الفتاح العليم، الاوبرا. ففيها مراكز فيها لاند مارك، ممكن انت ما تبقاش ساكن في العاصمه او التجمع وتيجي تزور المدينه دي. فيها السنترال بارك اللي جرين ريفر، اللي هو النهر الاخضر. فدي حاجات كلها على اللونج تيرم هتبقى من الحاجات اللي عوامل جذب لزياره العاصمه الاداريه الجديده، فده بيأثر على الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده. ففي الحته دي العاصمه اقوى بكتير من التجمع الخامس، حته اللاند مارك. طيب ده العامل الخامس. العامل السادس بقى، وده بصراحه بيميز حتى الان التجمع عن العاصمه، البراندات والمطورين. البراندات والمطورين في العاصمه في التجمع الخامس احسن شويه، انا بتكلم في القطاع السكني طبعا، احسن شويه من العاصمه الاداريه الجديده. يعني صادق مش موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، المراسم مش موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، بالم هيلز مش موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، في شركات كتيره مش موجوده لسه ما تواجدتش، بس احتمال كبير جدا احنا سمعنا ان صبور وشركه مدينه نصر احتمال ينزلوا في المرحله الثانيه او في المرحله الاولى في العاصمه الاداريه الجديده. فدي كافه التجمع الخامس هنا اقوى شويه، لان العاصمه ما فيهاش غير 5 أو 6 مشاريع تعتبر شركات كبيره. طيب مميزات تانية موجودة في العاصمة عن التجمع، ان انت بقى لو بتدور على 10 سنين يعني هتلاقيها اكتر في العاصمة عن التجمع. كاقساط التيكت برايس في التجمع اعلى شوية من العاصمة الادارية الجديدة. البيمنت بلان في العاصمة الادارية الجديدة فيها فلكسبيليتي عن التجمع الخامس. فالاسعار وطريقة السداد وسنوات الاقساط في العاصمة ممكن تكون اريح شوية من التجمع الخامس. طيب الجزئيه السبعه بقى، يعني هم كانوا 6 انا هزود كمان. الجزئيه السبعه الخاصه بحوكمه المدينه، رغم المشاكل وتاخر بعض المطورين وتعثر بعض المطورين في العاصمه الاداريه الجديده، لكن يظل العاصمه الاداريه الجديده فيها حوكمه للمطورين ولنسب البنى اقوى شويه من التجمع الخامس، لان التجمع الخامس برضه فيها مطورين متعثرين وما بنوش وما بيبنوش، ومناطق لسه اصلا ما دخلش فيها المرافق. على الاقل الرقابه على المطورين في العاصمه الاداريه الجديده اعلى شويه، بسبب ان انتوا عارفين المدينه مدينه حساسه شويه، فيها وزارات وسفارات والدوله متداخله فيها، مشروع امن قومي. فالحته دي العاصمه الاداريه الجديده تكسب شويه عن التجمع الخامس. طبعا في معايير تانية مش هقدر اقولها لكم كلها في الريكورد ده، لكن او في الفيديو ده، لكن انا حبيت اقول لحضراتكم ده الكومباريزون ما بين اسكن في العاصمه الاداريه الجديده ولا في التجمع الخامس. طبعا التجمع لو مستعجل على السكن هتبقى التجمع بالنسبه لك يعني انسب. العاصمه مش قبل من 3 إلى 5 سنوات عشان تقدر تعيش فيها. وطبعا لو عايزين اي استفسارات تانية تقدروا تتواصلوا على الارقام اللي قصاد حضراتكم. شكرا.